Hey guys، ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. بما اننا خلاص دخلنا في السيزون بتاع المصايف، حبيت ان انا اوريكم انتوا ممكن تلبسوا ايه وانتوا رايحين البحر او المصايف اللي هي بتكون على مناطق ساحليه. زي ما اتكلمت ان انا هتكلم عن البحر، فاول حاجه لما تخطر في بالنا عن البحر بنتكلم فيها عن المايو بتاعنا او السويم سوت. انا بالنسبه لي لحد دلوقتي شايفه ان افضل مكان تقدروا تلاقوا فيه السويمز وير مهما كان الستايل بتاعكم ايه هو شيئا. طبعا عندنا مايوهات دادي غالب دي طلعت البوركيني موضه، بس احنا كلنا شفنا الاسعار بتاعت المايوهات دي وهي مش في متناول الايد قوي، يعني مش كل الناس اللي تقدر تجيبها. فزي ما قلت ستيل شيئا عندهم حاجات كتيرة جدا وعندهم موديلات كولرفول، وحبيت اوريكم افكار وموديلات كولرفول بما ان اجين هدية غالب خلت ان الكولرفول بوركينيز من الحاجات اللي طالعه موضه. طبعا لو انتي برضو حاسه ان انتي مش عايزه ان انتي تلبسي حاجه تبقى colorful قوي كده، عندكم طبعا ان انتوا تروحوا اللون سيلفر. بس اجين الموضه الحاجات اللي هي فيها colors وباترنز كتير. عندنا طبعا الكاتيجوري اللي في النص البنات اللي هي بتبقى عايزه تلبس مود سويم وير، دي بالنسبه لي بيبقى عندكم كذا اوبشن. في مايوهات كتير بتكون جايه بالسكيرت بتاعتها، بيبقى عندكم برضو الاوبشن التاني هو ان انتوا تلبسوا اللي هي بدله الغطس دي وتحطوا عليها سكيرت مثلا كاش مايو، بيبقى شكلها مريح. تاني كاتيجوري عندنا طبعا بعد ما خلصنا السويم سوتس عندنا الكفر ابس بتاعتها. بقى ايه الكفر ابس اللي طالعه موضه؟ اكتر حاجه طالعه موضه اللي هي الدريسز التريكو دي، تلبسوها فوق السويم سوت بتاعتكم بيبقى شكلها حلو قوي، خاصه الالوان النيوترال اللي هو اللون البيج او الابيض. بجد يا جماعه بيبقى شكلهم راقي جدا. حتى ممكن بعد البحر لو عايزين تتمشوا في حته ممكن تلبسوا تحتيه سليب دريس وتنزلوا بيه، برده بيبقى شكله حلو قوي. طبعا عندنا برده البانس اللي هي مش اللي هي بتكون شفافه او التريكو، برده دي من الحاجات اللي بتبقى حلوه قوي. وكمان برضو ممكن تجيبوا منها سكيرت. طبعا عندنا الشميزات الاوفر سايز من الحاجات اللي هي ما بتبطلش خالص لما نيجي نتكلم عن الكفر ابس، ودي اكتر حاجه بحس ان هي متوفره في السوق. فلو انتي مسافره ومش لاقيه اي كفر اب عاجبك، اشتري اوفر سايز شيرت سواء ابيض او ملون، بيبقى شكلهم حلو. بس الابيض بيبقى اكتر حاجه مريحه كده وتحسيها ان هي مديه فايب حلو للصيف. برضو عندنا اوبشن حلو ده ينفع للخروج وينفع عادي ان انتوا تستخدموه ككفر اب، اللينن البانز الابيض ده بيبقى حلو جدا على السويم سوت مهما كان اللون بتاعها بيبقى مناسب. وزي ما قلت كمان بينفع للخروج بعد الظهر، فتقدروا ان انتوا تستخدموه في الحاجتين، بس بيبقى شكله حلو قوي ومناسب للصيف. برضو الكوردز ممكن ان انتوا تشتروهم. الكوردز دي اللي هي الساتس السكيرت مثلا والتوب، وممكن ان انتوا تلبسوا مثلا التوب بعد كده او البنطلون بعد كده برضو في الخروج. بالنسبه بقى للشوز اللي طالع ترندي جدا السنه دي، ان انتوا تلبسوا الساندلز العاديه اللي هي شبه بتاعه الخروج دي. الاهم حاجه ان هي سليبر تقدروا ان انتوا تدخلوا رجلكم فيها بسهوله وتطلعوا فيها بسهوله عشان الرمله وكده. بس اجين بتاعه الخروج اللي انا زي ما حطيت لكم الصور بتاعتها دي بيبقى شكلها حلو. اجين اللون الكراميل او التان ده بيبقى شكله جميل قوي. طبعا من الحاجات اللي هي طالعه موضه اللي هي التي سترينج، برضو في الساندلز السليبرز اللي هي البلاستيك دي من الحاجات اللي طالعه موضه ان انتوا ممكن تلبسوها. من الحاجات المهمه قوي زي ما اتكلمنا على الشوز اللي انتوا تلبسوها على البحر، محتاجين برضو شوز فانسي. ده بقى ايه للخروجات اللي انتوا عايزين كده رايحين دينر ديت في المصيف، خارجين خروجه شيك كده وعايزين ان انتوا تبانوا شيك فيها، ان انتوا تلبسوا الساندل ده. افضل قوي الحاجات اللي هي الراب اب، بتبقى شكلها حلو قوي على لبس المصيف، وخاصة لو هتلبسوا فساتين قصيرة او سكيرتس قصيرة عليها الراب شوز دي بيبقى شكلها جميل قوي. ندخل بقى على الكاتيجوري بتاعة الشنط. عندنا برضو تو كاتيجوريز للشنط، الشنط اللي احنا هنستخدمها واحنا رايحين البحر الصبح، والشنط اللي احنا هنستخدمها بعد الظهر. شنط البحر اللي طالعة موضة جدا اللي هي السترو باج، بس اللي هي مدية توب باج اللي هي بتبقى طرية دي، وبعدين دي جميلة جدا ان انتوا ممكن تلبسوها في الخروج العادي مش في البحر بس. ولو عايزين برضو ان انتوا تلبسوا حاجه ان انتوا مش الستايل بتاعكم سترو باجز وكده، عايزين حاجه تبان كول اكتر، لسه التوت باج شكلها حلو ومناسبه جدا للمصايف. وبرده محتاجين شنطه تبقى بقى فانسي للخروج اللي احنا برده خارجينه بالليل. زي ما قلت عايزه تتفسحي مع اصحابك، رايحه ان انت تقعدي في مكان حلو، عندك حجز في ريزرفيشن في ريستورانت، لو انت كمان طالعه مع جوزك عايزه ان انت تروحوا ديت ويبقى شكلك حلو، لازم يبقى معاكي شنطه
فانسي. وانا شنطه فانسي مش بتكلم على شنطه سهره او حاجه كلتش، لا انا بتكلم على شنطه تنفع ان انت تروحي بيها ريستورانت تبقى شكلها حلو، ودي هتبقوا محتاجينها ان هي تبقى صغيره يا دوبك اللي هي تاخد الموبايل، الليب جلوس، ومثلا ان انت معاكي المحفظه بتاعتك. بندخل بقى على الاوتفيتس اللي انتوا هتبقوا محتاجين ان انتوا تلبسوها في المصيف. لازم برضو تبقوا محددين ان انتوا محتاجين كام طقم. وتاني حاجه برضو لازم تحضروا لها، تشوفوا ان انتوا لو في مثلا هتحضروا حفله فمحتاجين لها لبس معين، لو انت هتروحي مكان معين المكان ده مثلا ليه دريس كود معين، لازم مثلا ان انت تبقي لابسه فانسي جدا ليه، فتبقي محضره طقم فانسي. لو هتروحي تعملي هايكنج في حاجه تبقي محضره لبس لكل الاكتيفيتيز اللي انت هتعمليها ان ادفانس. من الحاجات اللي انا شايفاها ان هي ما تبقاش معاكي في المصيف خالص هو البنطلونات الجينز. انا مش مؤيده ان انتوا الجينز مع المصايف، لا جينز بيبقى تقيل. بعدين اول حاجه عندنا هي الفساتين المش دي، زي ما قلت ان هي تبقى حلوه جدا ككفر ابس، لا دي تبقى حلوه جدا برده في الخروج، تقدروا ان انتوا تلبسوها سواء ملونه او الالوان النيوترال، دي تبقى حلوه جدا تلبسوا تحتيها سليب دريس، خلاص الموضوع يبقى شيك جدا. وانا بفضل جدا الفساتين في المصايف، بحس ان هي تبقى لطيفه وجميله ومناسبه جدا للاجواء بتاعه المصيف. تاني حاجه عندنا برضو من الحاجات اللي انا بحبها هي السيتس دي من الحاجات اللي بحسها مريحه جدا، وبفضلها برضو للمحجبات ان بيبقى فيه اوبشنز كتيره جدا تقدروا ان انتوا تلبسوها، منها زي اللي انا مشيراها دي، سواء الوان نيوترال او الالوان الملونه لو انت بتحبي الالوان وتدخلي الوان في لبسك. البوهيميان لوكس من الحاجات اللي طالعه موضه جدا، فانتوا برضه ممكن تدخلوا الستايل البوهيمي في اللبس بتاعكم، بتبقى مناسب جدا للمصايف. ومن الحاجات الترندي ومن الحاجات المريحه كده هي اللبس البوهيمي. من الحاجات اللي طالعه موضه جدا هي السكيرت البيضاء الماكسي، من الحاجات اللي بتبقى حلوه قوي ان انتوا برضه تلبسوها، بتبقى لطيفه وتقدروا تلبسوا عليها توبس ملونه، تلعبوا بالاكسسوارز، هتاخد اللوك يبقى مناسب جدا للمصايف. دايما كنت بقول ان انتوا على البحر تلبسوا فساتين بيضاء، انا ما زلت ان انتي لو عايزه ان انتي تقعدي على البحر ويبقى شكلك شيك، عايزه ان انتي تاخدي صور على البحر، الفساتين البيضاء مع لون البحر الازرق مع السماء مع الشمس بتبقى مناسبه جدا، بتبقى حلوه قوي تعملي لها اكسسوارز. وانتي رايحه خلي معاكي الطقم يبقى فانسي، عشان لو حبيتي ان انتي تروحي مكان كده فانسي يبقى معاكي. ممكن كورد زي اللي انا موريها لكم دي، ممكن برضو السكيرت تبقى سليك عليها فانسي توب شويه، ممكن حاجه كده كلاسي تقدري ان انتي تلبسيها على الاكسسوارز بتاعتك، هتبقى شكلها شيك مع الشنطه اللي انتي واخداها الصغيره اللي تنفع لخروجات بالليل، فستان ستان كده يبقى برضو مناسب على حسب المكان اللي انتي رايحاه، بس ده يبقى معاكي مش هيخسر ان هو معاكي. ندخل بقى على الكاتيجوري اللي بعد كده اللي هي الاكسسوارز دي هي اللي بتعرف الطقم بتاعنا رايح لانه متجاه، يعني لولا الاكسسوري انت ممكن مش هتبقي محدده الستايل بتاعك، بس الاكسسوارز بتفرق قوي في الطقم. من الحاجات اللي طالعه موضه جدا السنه دي اللي هي السيشل اكسسوارز، اللي هي مستوحاه من الصدف بتاع البحر، سواء سلاسل سواء حلقان بريسلتس، فتقدري ان انتي تلعبي بيها دي مع اللبس بتاع البحر، هيبقى مناسب قوي، وبعدين هتلاقيه في المحلات لان هي موضه. برضو لو انتي مش بتحبي الاكسسوارز دي خليكي في الذهبي. انا مثلا بحب جدا في الصيف المنظر بتاع البريسلتس الكتير الصغيره كده اللي بتبقى ستار توجذر، بتبقى شكلها حلو. ممكن برضو ان انتي تلاير اوف يور نكلسز، بيبقى شكلها مناسب قوي. برضو البانجلز طالعه موضه قوي، وممكن تجيبي اللي هي الارم بانجلز دي برضو بحبها، اللي هي بتبقى محطوطه على الدراع من فوق، بتبقى شكلها شيك جدا. بعد كده برضو عندنا السان جلاسز. انا بحب السان جلاسز يا اما ان انتوا تربوها منظرها فينتج، منظرها قديم كده وتدي الستايل بتاع الفينتج، او تجيبوا حاجه اوفر سايزد وكبيره. من الحاجات اللي بتبقى حلوه جدا في الصيف اللي انا شايفاها السكارفز الهيد باندز دي بتفرق قوي في الطقم، تاخده ان هو يبقى طقم مناسب للمصيف كده. وكمان بتبقى حلوه ان بعد ما الشعر مبلول لو احنا مش عارفين نعمله ستايلينج ايه مع الهيد باند تبقى جميله، سكارف كده يبقى شكلها جميل قوي ورقيق وفامينين قوي. برضو من الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا في البحر هي الطاقيه بتاعه البحر. لو هنتكلم عن حاجه ترندي اللي هي بتكون الكاوبوي هات، دي اكتر هات ترندي موجوده في 2024، فراحوا بقى عاملين ايه سترو هات من الكاوبوي ستايل، فدي تستخدميها كده تلبسيها تبقي لابسه حاجه مناسبه للمصيف، بس حاجه ترندي وتبقى حاجه جديده لو انت بتحبي ان انت تغيري في ستايلك. غير كده روحي للكلاسيك سترو هات، انا بحبها ان هي تبقى كبيره ما تبقاش صغيره قوي، بتبقى لطيفه في الصيف.
وبس كده، هي دي الحاجات اللي انا شايفه ان هي تبقى موجوده معاكي when it comes لللبس للمصيف. ولو انتوا شايفين ان في حاجه تانية هتساعدنا واحنا رايحين المصايف، يا ريت تكتبوها في التعليقات بحيث ان كله يستفيد منها. ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم وامتعكم وافادكم فعلا وانتوا رايحين المصايف. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.